مساء الخير وكل أوقاتكم خير وسلام يا أحبائي مشاهدي بيف تي في الأكارم. لا نحكي أو نضيف شيئا جديدا يا أعزائي الأفاضل إذا قلنا بأن سوريا أو بلد الموت البطيء كما يسميها غالبية السوريين قد رسمت وما زالت ترسم بالريشة السوداء منذ أكثر من نصف قرن، وتحديدا بالعقدين المنصرمين، حيث أصبحت اللوحة الأكثر سوادا وظلاما بالشرق الأوسط وربما في العالم كله، وعلى يدي معظم الفنانين الهمجيين المهووسين بالدم والدمار لديمومة حياتهم على آلام ومآسي الآخرين في هذا العصر الشاحب الذي لا عنوان يناسبه غير عصر الغابة، حيث نرى الأسود الشرسة العالمية قد حولت بلدنا لساحة صراعاتهم القذرة، وباستخدام كافة الوسائل والأدوات الإجرامية، ومنها جعل النظام والمعارضة تلهث ورائهم كالكلاب الشاردة تنهش بأجساد أبنائها لتشبع غرائزها الجشعة. ذلك باختصار شديد حال السوريين شعبا وأرضا، بالتيه بين حاكمها الدكتاتور المجرم ومعارضتها المرتزقة والمتاجرة بالدم والتراب السوري، وهو ما سنناقشه ومعظم مواضيع الشأن السوري الليلة مع ضيفينا الكريمين الدكتور صلاح عياش، وهو شخصية أكاديمية ثقافية سياسية سورية معروفة، من مواليد درعا البلد عام 1950، حاصل على دكتوراه دولة في علوم الكيمياء، ومهجر قسريا منذ أكثر من 50 عاما إلى فرنسا لمحاربته حكم العصابة الأسدية والبعثية منذ عام 1967، ويعمل ضمن الحركة الوطنية السورية، وهو بروفيسور متقاعد من جامعة السوربون السابعة بباريس. دكتور صلاح عياش، نورتنا، أهلا وسهلا بك على شاشة بيف تي في. شكرا كثير، وأتشرف باللقاء معكم والحديث معكم. شكرا نورتنا. كما نرحب بضيفنا الآخر المحامي الأستاذ فيصل بدر، وهو محامي وناشط سياسي وحقوقي كردي سوري معروف، من مواليد الحسكة عام 1963، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، وعضو مجلس إدارة سابق في المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، ورئيس سابق للمركز السوري للعدالة الانتقالية مسعى، وقيادي في حزب يكتي الكردي لغاية عام 2007، وينشط حاليا كمستقل. أستاذ فيصل بدر صديقي العزيز، أهلا وسهلا بك، نورت شاشة بيف تي في. شكرا أستاذ سليمان، أهلا بضيفك الدكتور صلاح عياش، وكل التحية لك ولكل من يشاهدنا الآن. كل الشكر لكم ضيوف الكرام، باسمكم جميعا وباسم مشاهدي بيف تي في الأعزاء. نشكر من هم بالكنترول وراء الستار: الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، والكاتبة والشاعرة الرقيقة يسرى زبير. كل الشكر لهم، وسيبقون معنا إلى نهاية البرنامج. دكتور صلاح، لنبدأ معك. هناك نظرية فلسفية تقول بأن الإنسان الذكي يتعلم من تجارب الآخرين، والغبي من تجارب الآخرين، بعكس الغبي الذي لا يتعلم حتى من تجاربه. فلماذا في سوريا النظام والمعارضات أغبياء ولم يتعلموا من تجارب تونس ومصر وليبيا وغيرها؟ تفضل. إشكالية يعني بالبداية أنه في سوريا قبل ما نتعرض إلى الثورة العربية أو الثورات العربية التي بدأت في آخر عام 2010 في تونس، هنالك في سوريا بالأساس نحن جميعا كل ما يعتبروا أنفسهم هي أحزاب شكلية، بعتبرها أنا وأحزاب هلامية، لم تتعلم الدرس بعام 1980 من القرن الماضي، وخاصة بعد
تحرك النقابات السورية في الثمانينات، وأجهض على هذا التحرك من قبل الإسلام السياسي، واستخدم هذا الإسلام السياسي من أجل ضرب الحركة النقابية في الثمانينات. وبالتالي جميع هياكل التنظيمات السياسية التي تدعي أنها سياسية وهي ليست سياسية، لأنه أنا كنت جزء من هذه الحركات ونعرف ما هي طبيعتها وتشكيلها وإيديولوجيتها، لم تستفد من هذه التجربة التي دفع ثمنها أهالينا في حماة وجسر الشهور وحلب، فكرروا العملية نفسها بال2011 وعلى مستوى سوريا ككل. فأعتقد نحن في غباء سياسي كامل وعدم نضوج فكري وإيديولوجي حول طبيعة التغيير وكيف يمكن أن نغير في المنطقة وعلى أي أسس. يعني لا يوجد عند الهياكل الأحزاب التقليدية اللي بسميها أحزاب تقليدية، وأنا بسميها عبارة عن مافيات، يعني إن كانت مافيات على أسس إثنية ولا على أسس ثقافية نخبوية بعيدة عن الشعب، أو أحزاب عبارة عن تجمعات إقليمية أو غيرها، لا يوجد عندها مشروع في الأساس لكيفية إمكانية إيجاد دولة أو إطاحة في النظام الفاشل الأسدي اللي إجا في السبعينات. وإحنا تكلمنا، وأنا تكلمت عدة مرات ولحقت بهذا الموضوع في السبعينيات، أن هذا النظام الأسدي أو العصابة الأسدية جاءت على دبابة إسرائيلية في الأساس. كنت في سوريا وتكلمنا في هذا الموضوع. أتى ليحقق هدفين أو 3 أهداف بالنسبة لي كنا نطرحه. الهدف الأول هو تعميق أو شرق المجتمع السوري على أساس طائفي من أجل خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة. والنقطة الثانية هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وتشريدها أيضا خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة. وهذا كان لا يوجد أي جواب من الأحزاب، وهي أيدت في السبعينيات يعني الانقلاب اللي حصل في حافظ أسد وبعض الناس الموجودين معه، وكانوا يعني والشعب أيدوا. الشعب كان يرفع له السيارة بكل محافظة ونروح بالدم نفديك يا حافظ. ونتيجة إيش؟ نتيجة أن الحكم السابق، البعث السابق اللي يجي أيضا على تزع السلطة بشكل دبابة من يعني شو بقول لك، من الدولة النامية الديمقراطية اللي شكلها بعد بالانفصال الحزب الشعب والكتلة الوطنية بلش تشكيلها، قضوا على هذه النواة. دكتور، ليش الشعب يصفق؟ ليش الشعب السوري يعني عم بيصفق من تلك الفترة إلى اليوم؟ يعني عم بيصفق وين لأنه السياسية؟ صفق لأنه جايك في التحليل السياسي في هذيك الفترة. ما بعرف إذا الأخ فيصل عنده كان يعني في هذاك السن، في هذاك يعني الفترة كان شاب بعده، في فرق بيناتنا 10 سنوات يبدو. بس في لي قراءات عن تلك المرحلة. الشعب كان مال لأنه كان في حكم ديكتاتوري من قبل البعثيين اليسرويون بسميهم حالهم، انه اللاءات الثلاثه عبد الناصر دكتور، وقبل عبد الناصر ايضا. انا ما بحكي على عبد الناصر، نحكي في مرحله نرجع لعبد الناصر شغله اخرى، بس عم نحكي انه اللاءات الثلاثه وسوريا بانعزالها عن المجتمع العربي وعن المجتمع الدولي. فالشعب السوري فكر انه اجى حافظ اسد ينقذهم ويضعهم في الحظيره
الدولية وبالحضارة العربية. وأنا كنا كم شاب في جامعة دمشق، رغم أنه أنا كنت ممنوع أخرج من سوريا يعني في هذه الفترة، وكنت ملاحق، أنه فكروا أنه هذا الطريق الصحيح، وحذرنا أنه هذا غلط في النهج وغلط في الفكر، هذا جاي ليحقق ويقسم المجتمع السوري على أسس طائفية وعلى أسس يقضي على الحركة الفلسطينية وأيضا على الحركة العربية ومساهمة الحركة العربية بلبنان وغيرها وغيرها. فأنا برأيي يعني حتى الآن المجتمع السوري لم يوعي لهذه الخطط أو هذا النموذج للعصابة الأسدية، وما يخدم العصابة الأسدية يخدم إسرائيل ويخدم منها أمريكا ومصالح أخرى ثانية. يعني أنا برأيي أنه من أجيال حتى الآن يعني أجهضنا على ثورة كبيرة جدا، هي الثورة السورية، بلا وعي وبتخطيط بشكل ممنهج من العصابة الأسدية لوضع أشخاص انتهازيين في واجهة العمل الثوري. وأنا حذرت منه بال2011 في الشهر السادس بالضبط، إنه نحن سوف نذهب إلى صوملة سوريا. تكلم معي أحد الصحفيين وكتب عنوان صوملة سوريا الشهر السادس ب2011. نحن ماشيين في طريق إجهاض الثورة السورية، أي إيجاد الثورة المضادة وإنهاء الثورة السورية، وهذا ما حصل. وحتى الآن يعني مثقفين إن كان عرب أو كرد حتى الآن يعني، وكان عندي نقاش كبير مع الأخ صلاح بدر الدين وغيره من الشباب الكرد في هولندا وفي باريس إنه نحن الآن مرحلتنا مرحلة تحرر وطني، والمرحلة التحرر الوطني تحتاج إلى رؤية جديدة واستراتيجية في العمل الجديد، وتحتاج إلى تكتيك معين نستطيع أن نحرر بلدنا. وعندما نحرر بلدنا دكتور اسمح لي هنا، التحرير الوطني يعني هل الدولة السورية ليست بدولة؟ يعني هل هناك مقومات دولة؟ نعرف أنه الدولة لها مقومات محددة يعني. إذن يعني سوريا يعني عفوا بالوطن العربي ككل بعد تقسيم سايكس بيكو لم تتشكل حتى الآن دول بالمفهوم العصري، المفهوم السياسي والقانوني. ممكن عزيزي متر نسميه متر عفوا المحامي يعني المتر الفرنسي فيعطينا زودنا أكثر. المفهوم القانوني والسياسي لا توجد دول يعني ذات مؤسسات تشريعية قضائية تنفيذية مستقلة تستطيع. دولنا العربية لم تشكل إلا في مصر فقط، كانت نتيجة الإرث السابق عن طريق محمد علي ببناء المؤسسة العسكرية، بنى شيء شبه دولة. بس بسوريا والدول العربية ككل ما عندنا دول، عندنا مزارع يحكمها عصابات، وهذه العصابات يعتبر الشعب هو عبيد يعمل في هذه المزارع. ولهذا ما عندنا احنا مفهوم إن كان عربي وإن كان كردي وإن كان كلياتنا احنا كنا عبيد لهذه العصابة الأسدية والمافيا الأسدية وما زلنا. إذا ما عندنا مفهوم دولة بالمفهوم العصري الحديث والمفاهيم العالمية، ما عندنا دول. هذا ما سنحيله إلى أستاذ فيصل يعني، ما سنحيله، وهو محامي وناشط قانوني وسياسي. أستاذ فيصل مرة ثانية أهلا وسهلا بك.
يعني دخلنا بموضوع آخر. يعني إذا سوريا بحاجة إلى تعيش مرحلة تحرر جديدة. يعني إذا سوريا لم تكن دولة، يعني ومفهوم الدولة معروفة. لو قانونيا تعرف مشاهدينا ما هي مقومات الدولة، وهل سوريا بوضعها الحالي بجغرافياتها الراهنة هل هي دولة؟ تفضل. أنا حأدخل بالبدايات. يمكن أتصور إنه الدكتور صلاح كان عم يقصد أنه لم تتمكن شعوب هذه الدول أو لم تتح لها الفرصة لتأسيس الدولة كمؤسسة بعد الاستقلال. يعني أتصور أنه حتى بأيام الاستعمار الفرنسي كان هناك مؤسسات أكثر. يعني هناك مؤسسة تستطيع أن تطلق عليها مؤسسة وإن كانت منقوصة السيادة. الذي حصل أنه بعد الاستقلال كانت هناك محاولات لتأسيس دولة. وأن أنا متفق مع الدكتور صلاح أنه لا يوجد تأصيل فكرة الدولة لدى السوريين ولا لدى العراقيين ولا لدى الأردنيين ولا لدى لبنان. هذه الدول التي كانت محل اتفاقيات سايكس بيكو. هذه الدول أنشئت بقرارات من قوى دولية على أساس تقاسم مناطق نفوذ. بعد الاستقلال كانت هناك محاولات لتأسيس دولة وطنية، لكنها لم تدم بسبب أن هذا المشروع نزف بالوحدة مع مصر، وجاء لنا قبل الوحدة، عفوا، قبل الوحدة نسب بالانقلابات العسكرية قبل ما. حتى هذه الانقلابات العسكرية لم تكن ذات طابع سياسي. كانت يعني لم تكتسب النظم العسكرية الطابع السياسي وما يسمى نحن الآن ما كان يقوله السوسيولوجيون السوفييت أن قوة التحرر الوطني وقيادة البرجوازية الصغيرة. هذه الخزعبلات أصل البلاء هو التشريع الإيديولوجي الذي حصل لهذه النظم، التي اعتبرت هذه النظم جزء من حركة الثورة العالمية، وتصوروا أدرجت سوريا وبنين ودكتاتوريات كثيرة في ضمن هذه المنظومة. هذا أدى إلى نسف أي محاولة لتشكيل هوية وطنية. لم يشكل السوريون هوية وطنية. أصلا المشكلة تبدأ من عدم وجود هوية وطنية سورية. هناك هوية الحاكم فرضت على الناس، وجاء البعث وبدأت الكارثة. الكارثة بدأت من البعث بشكل أساسي، لأن البعث حاول أن يلون كل المجتمع والدولة والسياسة والأحزاب وكل شيء بطابعه، حتى أنه أنشأ ما يسمى بمجرد إطار هو الجبهة الوطنية لأحزاب قلبية. وحتى المعارضة وقعت في الفخ، المعارضة الرسمية. وأنا هنا أريد أن أميز، يعني أنتم عنونتم الحلقة بالنظام والمعارضة. حقيقة نحن نتجنى هنا على المعارضة عندما نضع كل المعارضة في عبء هذه المعارضة الموجودة حاليا أو المعارضة أستاذ فيصل المقصود الأطر الرسمية، يعني كالائتلاف، هيئة التنسيق، منصات. دعني أوضح لو سمحت. يعني هذه المعارضة الموجودة هي معارضة رسمية معتمدة من القوى الإقليمية والقوى الدولية التي تتحكم في المشهد السوري وفي الملف السوري. هناك معارضين، هناك كثير من الشخصيات المعارضة، هناك كثير من الذين يعارضون النظام ولكن خارج هذه السلة. يجب أن نفرق لكي لا نغبن بقية المعارضين. يعني في فرق بين المعارضين، في فرق بين المعارضة، الأطر المعارضة أستاذ فيصل. عفوا، الشغله الثانيه أحب أقاطعك نقطة. عفوا، تفضل دكتور، إذا بتسمح لي. عفوا، تفضل. أنا لا أسميها معارضة، لأن مفهوم المعارضة من الناحية القانونية والسياسية
في الدول المتطورة هو عبارة عن ناس، يعني هذه الأحزاب المعارضة موجودة في البرلمان وتعارض سياسة الدولة. نحن ما عندنا معارضة، عندنا مناوئين لهذا النظام لا توجد. وأنا كنت حابب أنه أكمل يعني على في فرق ما بين أنه تكون معارض لنظام، تفضل، تكون ذو رؤية واضحة لشكل الدولة، لشكل الحكم، لشكل، وتكون معارض لحكم. عندما تكون معارض لحكم فأنت تريد أن تحل محل هذا الحاكم وبدون ويمكن بنفس رؤيته، وهذا ما يحصل حاليا. يعني المعارضة الرسمية الحالية الموجودة حاليا تريد أن تستولي على السلطة، ولكن بدون أن تقدم أي تغيير أو تقدم رؤية لأي تغيير حقيقي. أستاذ فيصل، هنا اسمح لي، هنا إذا نحن بحاجة إلى إعادة تأهيل حتى المعارضة، يعني إعادة تعريف المعارضة. شو هو المعارضة يعني؟ أنا متحفظ على إطلاق كلمة المعارضة بمعناها التغييري، بمعناها إحداث تغيير في المشهد السوري. أنا أتحفظ، هي ليست معارضة نظام، هي معارضة حكم، وهذا فارق كبير. عندما مثل ما قال الدكتور هنا، للأسف نحن لم تتح لنا أن تكون هناك معارضة مشرعنة وفي نظام برلماني. لو كان عندنا نظام برلماني وكانت المعارضة مشرعنة وكان الحكم أو صندوق الانتخاب هو صاحب الكلمة الفصل، أصلا ما كان عندنا حاجة لقيام ثورة. يعني كنا نحتاج إلى عمل لتغيير وفق فكر سلمي، السلطة، تغيير سلمي بتداول السلطة. لكن نحن هنا أمام نظام يقمع كل من يقول له لا، أمام نظام لا يرتدى عن ارتكاب أي شيء في سبيل أن يبقى في الحكم. يجلب احتلالات، يجلب ميليشيا، يرتكب المجازر، يقصف، يجوع، يقتل تحت التعذيب، يستعمل الكيميائي فقط لمجرد أن يبقى في الحكم. ونحن هنا من الجهة الأخرى نحن يعني حقيقة يعني تراجيدي أو مأساوي كما يقولون، أمام معارضة تقوم بنسخ النظام من خلال نفسها. ومناطق سيطرة هذه المعارضة ليست فقط المعارضة، حتى كل سلطات الأمر الواقع تقوم بنسخ نموذج شمولي، بنسخ من نماذج شمولية، وأحيانا نماذج تكون يستفيد منها النظام لتسويق نفسه. وبالتالي هذه المعارضة باتت ذات تأثير كارثي على أي جهة تحاول أن تحدث أثر حقيقي أو تسعى إلى تغيير حقيقي. يعني عمليا أصبح كما يقول في المثل العربي شن ولاقى طبقة. يعني هذا النظام وهذه المعارضة والمجتمع الدولي للأسف، وليس للأسف يعني تنجر لقد غطاها، يعني غطاها يعني. والمجتمع الدولي كانوا عم يقولوا لاقى شن طبقة، يعني والمجتمع الدولي لم يكن لديه أي قرار بتأييد السوريين في ثورتهم، وبالعكس هذا المجتمع قدم هذه المعارضة لكي ينسف الثورة السورية، لكي يهزمها، ونجح في ذلك. يعني هل تتوقعون مثلا أن تأتي دويلة يحكمها حاكم مستبد ليقوم بدفع ملايين الدولارات أو المليارات لكي يحظى السوريون بنظام ديمقراطي يكون مثلا أعلى لشعوبهم، وهم الذين يحكمون على الفرد لمجرد المس بالذات الأميرية أو بالذات الملكية؟ يعني هذه كانت كارثة. يعني هذا ما حصل. تم ضخ الأموال، تم ضخ السلاح، تم ضخ إعطاء الزخم الإعلامي،
ومكنوا يعني كشاشين حمام، بدنا نحكي بالعام، يعني كشاشين حمام صاروا قادة فصائل. هذا ما سنحكي نعود إليه معك أستاذ فيصل. سنعود إلى الدكتور صلاح. دكتور صلاح، يعني على ضوء ما قلتم اثنيناتكم أنه سوريا الآن ليست بدولة مقاومة، مفهوم الدولة لا تنطبق عليه، ونحن نعيش مرحلة حركة تحرر. طيب، وأنت عايش في أوروبا من زمان دكتور صلاح، يعني أكثر من نصف قرن، وتعرف أوضاعها. يعني لماذا لا تحاول أوروبا وخاصة فرنسا وأنت بفرنسا باستعادة دورها بالمنطقة، خاصة سوريا اللي كانت تحت الانتداب الفرنسي، يعني وتسمح لإيران وتركيا وروسيا وأمريكا ليكونوا اللاعبين الأساسيين على أرضها دون دور رسمي وكبير لأوروبا؟ تفضل. قبل ما أخوض بالنقاش حول فرنسا ودورها أو دور أوروبا بشكل عام، أقول أنه الآن محافظة درعا بلد محاصرة وجائعة وعطشانة، وبحاجة إلى نصرة من جميع السوريين المعنيين في الأمر لمساندتها. وإذا انقضت الثورة في درعا، انتهى الثورة وراحت العملية إلى نصف قرن. وهذا قلت في عام 1982 باجتماع في باريس، عندما دخلوا الجماعات المتطرفة الدينية في هذه الفترة، أنه موازين القوى انتهت لمصلحة الفاشية الأسدية، وراح نروح 50 سنة إلى الأمام حتى نستطيع أنه نعيد الكرة من جديد، نستطيع أن نثور مرة جديدة على هذا النظام، وأنه راح يصير في درعا تغيير ديموغرافي إيراني، ومن ثم ينتقل إلى عمان، حيحتل عمان ويطوق السعودية وكما حصل في عفرين ويحصل في رأس العين وتل أبيض. يعني بالضبط. لأنه بس هنا عندنا مشكلة في الجنوب، إشكالية في الجنوب، أنه راح يحتلوا عمان ويطوقوا السعودية من اليمن وعمان والعراق، ومن ثم سوف يحتلوا مكة ويحتلوا دكتور، الرياض. هنا اسمح لي بس، أنت من درعا، وأهل درعا من فترة رفعوا شعار طالبوا بتدخل قوات أممية دولية. طبعا هناك من قال هذا طلب سعودي، يعني السعودية تدعمون هناك، يعني وهناك نحن طبعا نضم صوتنا عزيزي سليمان. دكتور، بس نناشد باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكل، نناشد كل أحرار سوريا بدعم درعا وأي منطقة منكوبة في سوريا. يعني درعا فعلا قبلة الثورة السورية، نتمنى أن تنتصر قريبا، ولكن أن لا تنخدع وتنجر إلى المحاور الخليجية والسعودية وغيرها. يعني تفضل. عزيزي سليمان، هي يعني إغاثات أو طلب إغاثة من الأمم المتحدة، يعني الناس أعتقد تتأمل قوات دولية، قوات إيه، يعني إغاثة يحتل، يعني إذا الأمم المتحدة سمحت لهذه السلطة الفاشية أن تقتل سوريين ككل وتهجر 10 ملايين إنسان وتسجن أكثر من مليون إنسان وأكثر من مليون شهيد، هي فرع عندها درعا أو شو اسمه. إذا ما إحنا السوريين بالذات استطعنا أن نبني أنفسنا من جديد وبسرعة كاملة لإنقاذ ما تبقى من الثورة، فنحن نحتاج إلى أجيال، جيلين أو 3 من أجل نستطيع عملية التحرير في سوريا. الآن ننتقل للمرحلة الثانية، سؤالك اللي تفضلت فيه. فرنسا وأوروبا لا تشكل أي ثقل سياسي في العالم. الثقل الأساسي في العالم الآن هو أمريكا، ويدها اليمنى للأمريكا هي إسرائيل، والآن تلعب على
دغدغة الروس. فكروا الروس الآن عندهم قوة قادرين يصدوا الأمريكان؟ لا، بالعكس، هم الآن يعملوا لمصلحة الأمريكان والإسرائيليين في نفس الوقت. إذن أوروبا قاطبة حط الآن على جنب، لا تستطيع أن تحرك ساكن إذا ما أعطت الأوامر أمريكا أن تعمل دور. دكتور، بهذا الخصوص، بهذا الصدد، هناك من يقول إذا الفيتوات الروسية والصينية إذا روسيا والصين لم تستخدم فيتواتها بالأزمة السورية لكانت أمريكا استخدمتها. ما تعليقك على النقطة؟ ما صحيح. هي بالأساس الآن بيقولوا إنه في عنا يعني قطبين. لا، هنالك قطب واحد ما زال، وهو الأقوى في العالم من الناحية العسكرية والاقتصادية ومن ثم السياسية، هو أمريكا. يعني أمريكا الآن بجميع تواريخ العالم، من حضارات العالم اللي من السنين القادمة حتى الآن، لم يوجد ترسانة عسكرية تقابل الترسانة الأمريكية، ولا توجد اقتصاد قوي أكبر في تاريخ الشعوب والحضارات الشعوب أكبر من الاقتصاد الأمريكاني. وكل واحد بيقول لك إنه أمريكا، كما كانوا شبابنا وإحنا كنا كماركسيين سابقين نقول إنه هو عبارة عن من ورق شيكا بيكا. شيكا بيكا، أمريكا شيكا بيكا كنا نقول. فهذا يعني هراء سياسي، طفيلية إسراوية بسميها. وما زلنا حتى الآن في طفولية إسلاموية، وهذا الأساس بالأساس الآن. وما خرب بيتنا الآن إلا الطفولية الإسلامية بالتعاون مع الطفولية الإسرائيلية في سوريا. وأنا أكرر، صدق، مثل ما تعاونوا في الثمانينات حزب أبو هشام رياض الترك مع الأخوان المسلمين في الثمانينات، تعاون أيضا في 2011 على مستوى سوريا وتخريب سوريا للأسف. وأنا حذرت منه، يعني أنا بعثت رسالة. نحن بجبهة الخلاص سابقا كنا متحالفين مع الأخوان المسلمين، تتذكروا من 2006 موجود عبد الحليم خدام هيك والبيانوني. إيه، كانوا الأخوان المسلمين بقيادة البيانوني كان المراقب العام تبعهم. تمام. كان موجود. بس يوم 2011 كان هو الشقفي اللي استلم المراقب العام، لأنه كان هنالك صراع بين الحمويين، الأخوان الحمويين والأخوان تبع الحلب والدمشقيين، صراع من زمان. فإحنا أرسلنا إليه بال 2011 شهر الثامن رسالة للشقفة إنه الطريق اللي ماشيين أنتم فيه بهذه الطريقة نفس الأسلوب والمنهج اللي سرتوا عليه بالثمانينات، وهذا سوف يدمر الثورة السورية. فشو بيرد هو؟ يرد إنه نحن قواد السفينة حرف الواحد، واللي بدي يلحقنا يتفضل وما بده ما يلحقناش. فقلت له للمراسل، كان في حوار المراسل تبعه، قال له سوف يغرق السفينة وما فيها. وهذا اللي حصل مثل الثمانينات، بس بالثمانينات كان على مستوى حماة وجسر الشهور وجزء من حلب، الآن على مستوى سوريا قاطبة. دكتور، لا ننسى في الستينات بداية البحث، لا ننسى الحزام العربي كان على المستوى الكردي كمان. هناك يعني إبادة جغرافية، إذا لم نكن إذا إبادة حتى بشرية وجغرافية، يعني باعتبار جابوا مغمورين على مكان
ارض هلا ما بدي ادخل بالموضوع هذا، يعني يحتاج الى مؤرخين، ويحتاج الى تعاون الكردي العربي للحوار للتذكير يعني. حول هذه النقطة. عشان فيعني أنا شخصيا مع حقوق الكرد، مع حقوق الشعب الكردي، بس أنا مع حقوق مع الشعب الفيدرالية الكردي. نعم، في سوريا. أنا مع شق. شوف، يعني في خطأ تاريخي هنا الآن يا شباب. الآن مرحلة بناء الإنسان، الإنسان هو الهدف والغاية والمحور الحياة. عصر القوميات في العشرينيات في أمريكا، في أوروبا انتهت. الآن عصر العولمة، وعصر العولمة يرتكز على الإنسان وحرية الإنسان، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان اللي بدك إياه. دكتور، ضمن سوريا يعني هناك الكرد يطالبون بالحدود بالفيدرالية كحد أدنى من حقوقهم القومية في سوريا الغد يعني. شوف أخ سليمان، ما أبدي يعني أنا خذ الحالة الكردستانية، أوكي؟ كردستان العراق نأخذها كحالة موجودة، ما هيك؟ كردستان أخذت يعني استقلال الذاتي نسميه، ما هيك؟ بالعام 1963 ولا 1970 ما بتذكر بالضبط. اوكي، لا بال91 طبعا كان معترف فيه. كان في بداية، بس الاعتراف الرسمي من في ذلك الفترة شلون في 91. عندما كردستان الآن العراق حاول يشكل دولة، ما هيك؟ وعمل استفتاء. لماذا أمريكا وقفت ضد هذا؟ يعني مثل ما تفضل فيصل، عزيزي فيصل، كان كاتب مقال. الاعتراف العالمي من الناحية القانونية والسياسية ما هي بالأمور السهلة، وبما أن الأمريكان الآن يحاولوا أنه يكون الحدود كلها مفتوحة بدون عوامل إقليمية وبدون يعني عساكر، وبدون دول صغيرة، وبدون، لأن تعتبرها عالة عليه. هذا ما سنسأل أستاذ فيصل، هو قيادي سابق بالحركة الكردية وشخصية كردية نشطة. أنا بسأله يعني هو، أنا قرأت له مقالي حول هذه النقطة عشان الإشكالية القانونية والإشكالية السياسية عشان مش المسألة يعني سهلة، معقدة جدا. بالتأكيد. طبعا سأضيف، عفوا أستاذ فيصل، سأضيف إلى السؤال الدكتور حول الإشكالية القانونية والسياسية أنه في هناك إشكالية أخرى، يعني أنه الحركة الكردية السورية الكلاسيكية وغيرها مشتتة لليوم، ولم تستفد من تجربة إقليم كردستان العراق مع تشابه الوضع العراقي والسوري. يعني أنه الأحزاب الرئيسية في جنوب كردستان كانت كمان متنافسة فيما بينها، أحيانا متناحرة متصارعة، ولكن حينما بالاستفتاء كل وقفوا وقفة رجل واحد في بناء الإقليم وقفوا. لماذا هذا التشتت عندنا بالحركة السياسية؟ تفضل دكتور أستاذ فيصل. أولا حابب أوضح شغلة، إنه الحركة السياسية الكردية هي ابنة بيئتها في سوريا، في كردستان سوريا، هي ابنة بيئتها، وهي تأخذ سمات البيئة التي نشأت منها. البيئة السورية هي لم بيئة الاستبداد لم تسمح بتشكل حركة سياسية لها شخصيتها ولها مؤسساتها. هذا أثر حتى على الأحزاب الكردية بما فيه والأحزاب السورية بمختلف انتماءاتها، يعني إلى درجة أننا كنا قبل الثورة وقبل التوريث الذي حصل كان هناك حجر الزاوية في أي
وثيقة أو في أي موقف تتخذه المعارضة أو السياسية والحركة الكردية على أنه نظام حافظ الأسد هو نظام وطني. وهذه كانت يعني كان خطأ تاريخي، كارثة كانت يعني. وبالتالي علما بأن هذا النظام لما جاء استخدم استراتيجية تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، ودفع الكل إلى زاويته الخاصة، إلى درجة أنه عندما بدأ ربيع دمشق وانخرط الكرد منذ عام 2002 في التظاهر وفي النشاط السوري العام، كان هناك الكثير من الطبقة السياسية والنخبة السورية ليس لديها أي معلومات عن الكرد وعن الحركة السياسية الكردية، وكان هناك في الاتجاه المقابل أو على الضفة الأخرى أيضا نفس الشيء. يعني بعد 2000 بلشنا نتعرف على بعض مثل ما عم يقولوا، وكان تعارف مجزأ مقتطع، تعارف خاضع لما سبقها من ممارسات. الآن هناك نوع آخر، وهو هناك من يريد أن يفرض لونه حتى في وضعنا الحالي، بالرغم من وجود ثورة انطلاقها. الثورة هي ثورة، سواء كانت مهزومة أو منتصرة، هي ثورة. يجب أن نوصفها على أنها كانت ثورة، لكن هذه الثورة باعتبار أن هناك حالة تم الاستيلاء عليها، وأنا أقول أنه تم الاستيلاء على الثورة السورية سواء من المجتمع الدولي وسواء من المعارضة، نسفت كل جسور الحوار الجدي بين السوريين، سواء كانوا عرب أم أكراد أم علمانيين أم ديمقراطيين، نسفت جسور التواصل. الآن هناك انزياح أشد إلى الزاوية الخاصة، وبالتالي فكل بات يغني على ليلاه، وهذا يؤدي إلى مزيد من التشدد. العروبيون يتشددون أكثر بنفي وجود الكرد، والكرد من الطبيعي أن يتشددوا إلى المطالبة بحلول راديكالية. مسألة الفدراليات ومسألة الكيانات، ليس هناك أي طرف يستطيع أن يقول بأنه بإمكانه أن يحققها. هناك قرارات دولية أو هناك إرادة دولية تتحكم بالجميع. صحيح. هذه الإرادة الدولية التي تتحكم بالجميع نستطيع أن نحاول أن نكسرها إذا ما أسسنا فيما بيننا حوار. اسمح لي هنا، ولكن إرادة دولية يتطلب يعني يتطلب أرضية خصبة، يعني مثلا مثل نجاح الحوار الكردي يعني أنه هل ممكن إرادة دولية؟ خليني أكمل الفكرة. هذا يتطلب حوارين: حوار عام بين السوريين على المستوى العام، وحوار بين ضمن كل طرف. يعني لحد الآن لا يوجد تصور مشترك للكرد ماذا يريدون بشكل. نعم، المجلس الوطني يطالب باللامركزية السياسية، وهو مصطلح تلطيفي، يعني الفدرالية، بينما الاتحاد الديمقراطي ومن معه يطالبون بتطبيق. اسمح لي هنا استاذ فيصل، البي واي دي الطرف الاخر الاداره الذاتيه تعلن اكثر من مره، هي قادتهم يعلنون انهم ليسوا حركه كرديه، فلماذا تنسبها الى الكرد؟ خليني يعني. وبالتالي هي تقول باننا تطرح مفهوم يساري طفولي، وانا اقول انه هذا المفهوم هو اصلا ناسف بهدف عرقله تحقيق اي مكسب للقضيه الكرديه، يعني من خلال التلاعب بعواطف الناس، وبأنه
هناك مسعى لتأسيس أطر عابرة للقوميات وصولا إلى تشكيل فيدرالية في الشرق الأوسط يكون عبد الله أوجلان قائدها. هذا خيال محض. وبالتالي خليني ليست حركة كردية. طبعا هو لا يعلن نفسه ولكنه مستولي على الكرد. يجب أن هو حاليا مستولي على الكرد على الأرض، لديه السلطة والسلاح والثروة والقوى السياسية، وبالتالي مستولي على الكرد، بينما المجلس الوطني موجود في الائتلاف والائتلاف مستولي عليه. وبالتالي يعني نحن أمام وضع تائهون ضائعون أمام الحركة السورية أيضا ضائعة. اليسار صاير يسار ممانع مع النظام، وصاير يسار متحالف مع الإسلاميين ويبصم له بالعشرة. الإخوان المسلمين كلنا نعرف من يومهم يمارسون الباطنية مع أي علاقات سياسية، يقولون ويفعلون ما لا يقولون، وبالتالي همهم وهاجسهم التغلغل لكي يكون لهم أرضية على الواقع السوري بغية تطبيق نظرية الإسلام هو الحل. لكن هم يخدعون الناس، هم لا يخدعون المتحالفين معهم من العلمانيين يعرفون، لكن الموضوع فيه مصالح، الموضوع فيه مكاسب، الموضوع فيه تكاسب كعكة، وبالتالي كلهم أصبحوا شركاء في هذه المسألة. النظام استفاد من الدعم الدولي. أنا أقول الدعم الدولي عندما تقدم معارضة بهذا الشكل وتسكت على جرائم ضد الإنسانية وتتحجج بالفيتو، هذه ضحك على الذقون. عندما شاءت أمريكا تدخلت في كوريا واستخدمت بند في ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول إذا ما صوتت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة بإنشاء تحالف من أجل السلام، وفي هذه الحالة يحق لك أن تتجاوز الفيتو ويصبح القرار قانوني. ليبيا تدخلت في ليبيا، تدخلت في العراق، وفيما بعد أعلنت نفسها قوة احتلال. الموضوع أنا أتصور أن الأمريكان لم يريدوا أن يغيروا النظام ابتداء، كانوا يضحكون على الناس. ولا بيان جنيف الذي وقعته كلينتون مع لافروف، البيان هو الذي أعطى الثغرة لكي يتلاعب الروس والنظام بالتفسيرات، تماما مثل القرار 242 عن القضية الفلسطينية اللي عملت تعريف أراضٍ والأراضي، وتم التجاوز على حتى الانتقال السياسي. الآن هناك يبحثون مسألة الشراكة بين النظام والمعارضة، وهذا ما سيحصل مستقبلا. أنا برأيي أنه لا يوجد إمكانية لتغيير هذا الواقع. يعني لا يوجد أحد يقف بجانب السوريين في هذه المسألة، لكن السوريين يستطيعون أن يفعلوا شيء، أن يؤسسوا الإنسان، أن يؤسسوا يتداركوا الكارثة الحاصلة مع البشر. يجب أن نؤسس لحوار جدي. هذا الحوار الجدي قد يقطع الطريق على هذه المشاريع. تمام، هذا ما سنسأله للدكتور صلاح. دكتور، يعني لا أحد يفيد سوريا، يجب على السوريين أن يتحاوروا، أو باختصار يعني كما يقول البعض أنه نحن بحاجة إلى إعادة بناء الإنسان السوري، بإعادة بناء بلد سوريا أرضا وشعبا. أستاذ أو دكتور صلاح، في سؤال أول شيء من الأخ لاوين، يعني عم بيسألك قبل ما ننتقل لسؤالي، أنه أتمنى أن تسأل ضيفك أن يبين لنا موقفهم من الكرد في سوريا، كيف يرى الحقوق
الكردية. ما شاء الله. طبعا يعني قبل ما أرد على الإسرائيلية، مسألة الكرد يعني في سوريا أو في الوطن العربي الكل، يعني العرب وفي إيران وفي تركيا. هل في وطن عربي دكتور؟ هل في وطن عربي؟ لا يعني قصدي هذا تعريف مجازي، ما بقول أنا ما بقول لك في سوريا، بقول لك ما في دولة. كيف بدي أقول لك في وطن عربي؟ ما عم بي يعني مجازيا من الناحية القانونية، مجاز لغوي. ف يعني أنا متفق مع عزيزي فيصل فيما طرحه، لكن الآن العرب والكرد ضايعين بشكل كامل متكامل، والآن عليهم ثورة مضادة فكرية وسياسية وعسكرية ضد العرب والكرد في آن واحد. يعني مين بنى البكك؟ هو النظام الفاشيست الأسدي، هو اللي سمح له وهو اللي رباه وهو اللي مده بكل شيء. من أجل إيش؟ من أجل إنه يضرب تركيا أو يعني مع تركيا، يتحارب مع تركيا، يفعل شيء. وأيضا هو اللي لعب على الكردستان بين طلباني وبين مسعود البرزاني. يعني هو اللي فككهم بالأساس، وهي معلومات يعني موثوقة، لأنه هذا ما يعني مثل ما يعني ما قال أبو جمال عبد الحليم خدام، إنه كان هو مسؤول عن الملف الكردي، إن كان على مستوى أوجلان ولا على مستوى برزاني وطلباني. الآن نرد على السؤال تبع أخونا، وأنا برأيي مثل ما تفضلت، الإنسان هو المحور وهو الهدف. إذا بنينا الإنسان العربي والكردي بشكل صحيح، لأنه الآن المجتمعات هو يركز على الإنسان، أي حقوقه الفردية وحقوقه العامة. هذا ممكن يطورها عزيزي فيصل محامينا حول الحقوق الخاصة والعامة. هذا هو محور. في أيضا الأستاذ ميديا شيخي تسألك، هل القضية الكردية السورية قضية أرض وشعب دكتور صلاح؟ شوف أنا ما قلت لك أنا ما هاي لازم نخصص لها حلقة خاصة، لأنه الحلقة هي ليست لا باعتبار معارض جزء، يعني المعارض سوريا أنا شوف أنا قلت لك يعني على طول بتناقش مع رفاقي الأكراد، وأنا مع حقوق الكرد على جميع المستويات. أما إنه هاي اللي أرضي وهي أرضي، إحنا ما لناش أرض كلياتنا. إحنا عبارة عن مزارعين وعبيد عند الأسد. نحن حقوقنا كلياتنا السياسية على قولة الأستاذ وليد العمري كلنا فلاحين. بالضبط. يعني فالأساس يعني الناس عم تطرح شغلات غلط تاريخيا وغلط سياسيا. لما تروحوا للفيدرالية وتستشهدوا بالسويد، قبل ما يطرحوا الفيدرالية، هل عندنا احنا بنينا دولة ديمقراطية مركزية على أسس المواطنة، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة تقوية الحكم اللامركزي، أو نسميه احنا بفرنسا الديمقراطية المباشرة؟ هذا ما سيرد عليك أستاذ فيصل حينما نسأله. تفضل كمل. هو هي الديمقراطية المباشرة، يعني عبارة عن احنا عندنا دولة مركزية تؤمن الحقوق العامة لجميع الناس، حرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية العمل السياسي والنقابي و تعتبر مواطن، ما بيخاف حاله يدخل بيته ثاني يوم يكون معتقل أو بعد لحظات يعتقل.
مثل ما بيحصل. وبعد ذلك هي الدولة المركزية اللي تعطي للمناطق الفرنسية بمختلف، رغم انه في فرنسا كم قومية في فرنسا؟ عدة قوميات وعدة لغات، ولغات مكتوبة أكثر من اللغة الكردية. أنا بعطيك يعني. حتى الآن الفرنسيين عم بيعطوا بعض الأمور اللي نسميها اليومية للتعامل الإنسان. أما يبقى الجيش والأمور الخارجية، السياسة الخارجية والتعليم المركزي وأيضا الاقتصاد وغيره بيد الدولة المركزية، بل على أساس أن تكون الدولة المركزية دولة ديمقراطية. المثل اللي بيضربوه لأنه في عنا كانتونات موجودة في سويسرا. سويسرا كيف تشكلت بالأساس؟ سويسرا تشكلت لأنها هي كانت بالأساس كانتونات، بس وحدوها وحطوها في دولة مركزية. في فرق الناس. احنا ما بدنا الآن مثل ما تفضل الأخ فيصل، ما بدنا نجزء المجزأ مثل حافظ أسد أو نفتت سوريا. وهذا المطلوب من المشروع الصهيوني، تفتيت المنطقة كلها على أسس إثنيات وعلى أسس أمور دينية أو ما شابه ذلك. فأنا مع الحقوق السياسية والحقوق القانونية والحقوق الثقافية والاجتماعية لشعبنا الكردي. نحن تاريخنا مشترك، ما فيش يعني مجرد حقوق سياسية، يعني حق تقرير المصير كمان، يعني ممكن يكون حق تقرير المصير طبعا. شوف، حق تقرير المصير هذا مثل ما تفضل عزيزي فيصل، هذا أمر يحتاج إلى دراسة معمقة جدا وإلى قوانين دولية تستطيع أنه تسمح لك أنه تحقق المصير اللي أنت تطلب. يعني أعطيتك مثل، أنا كردستان لماذا لم يعترف فيها كدولة؟ ما قرروا حق مصيرهم ولا لا؟ هذا ما سنحيله وكل ما تفضلت به وموقفك من القضية الكردية في سوريا سنحيله إلى الأستاذ فيصل. تفضل، تعليقك أولا. بداية، لجنة القانون الدولي في جامعة هارفارد، وهي الجهة الأكثر مصداقية في تعريف نصوص القانون الدولي، ولجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة تعرف الحق السياسي للشعوب على أنه الحق في الانفصال. ربط مبدأ حق تقرير المصير بالإيديولوجيا الماركسية هو تجني على المبدأ. أول من طرح مبدأ حق تقرير المصير للشعوب هو كان الرئيس نيلسون، الرئيس الأمريكي، ضمن ما يسمى بمبادرة نيلسون. هذه نقطة يجب أن نتوقف عليها. هذه ممارسة قانونية دولية، لكن هناك مزاجية في تناول المجتمع الدولي لقضايا الشعوب. هناك ليس مزاجية فقط، هناك كيل بمكيالين. متفقين احنا في الموضوع. هاي واحدة. الشغلة الثانية انه انا لما عم بقول انه تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، فانا لا اقصد ان القضية الكردية عندما نريد ان نبني اسس لحوار حقيقي يجب ان نتفق على انه على مسألتين: هل الكرد موجودون كشعب في سوريا كقضية أرض وشعب؟ هاي يجب أن نتفق عليها. النقطة الثانية، يجب أن نتفق على أن إرادة الشعب الكردي
إرادة الشعب الكردي هي المحك الأول والأخير في تقرير مصيري. يبقى من عامل الشراكة ومن عامل الحوار أن يقتنع الكرد بأنه ليس هناك إمكانية دولية في تحقيق ما يريدون، ليس هناك إمكانية عسكرية في تحقيق ما يريدون، ليس هناك إمكانية، وبالتالي يجب أن نتفق على أن نحل هذه القضية ضمن حدود الحالية التي من الصعب إزالتها. هذه نقطة يجب أن نتفق عليها. هذه المسألة الثانية تطرق إليها الدكتور صلاح. هناك تجني على القضية القومية تحت يافطة حقوق المواطنة. النظم الفيدرالية هناك في العالم 25% من الدول العالم تعيش هي نظم فيدرالية. 25% من دول العالم هي فيدرالية، وهناك دول تعيش حالة ديمقراطية كاملة ولا يوجد تعارض ما بين النظام الفيدرالي وحقوق المواطنة. حقوق المواطنة الأساسية التي يجب أن لا تمس في حالة وجود الفيدراليات هي حق الانتقال، حق التملك و يعني حق الانتقال وحق التملك، حرية التملك. وبالتالي عندما يعني في كردستان العراق لا يوجد حدود، المواطن العراقي لا يحصل على فيزا لكي يذهب إلى كردستان العراق في زيارة. بعد داعش وبعد العمليات كان هناك وما زال هناك تدقيق أمني، وهذا أمر في مناطق النزاعات أمر مطلوب، لكن لا يوجد فيزا يحصل عليها المواطن العراقي أو بالعكس المواطن الكردي العراقي الذي يزور بغداد. هذه وحق التملك هذين الحقين إذا لم يتم المساس بهما، وبالتالي لا يوجد تعارض ما بين طالما الحقوق الأساسية تكون معترفة للجميع كحق التصويت والانتخاب والترشيح، الحق في حرية الرأي والتعبير. هذه مسائل يجب أن تصبح بديهية، تكون للكل وللجميع. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن لا نسند كل شيء للمجتمع الدولي. عندما نؤسس لحوار وعندما نتفق فإننا نستطيع العمل على إنجاح هذا الحوار في الدول ذات القرار، أو على الأقل نسجل على بعضنا أننا نقبل بعض. الآن هناك حالة إنكار على الضفتين للكرد كشعب تحت يافطة حقوق المواطنة. المعارضة تنفي وجود شعب كردي يعيش على أرضه وتقوم بالتغيير التغيير الديمغرافي في المناطق التي تسيطر عليها، والنظام لم يعترف عبر الاستعانة بالاحتلال الخارجي. الاحتلالات صارت ممارسة معتادة في كل سوريا، والاحتلال الخارجي التركي، الاحتلال التركي له خصوصية في الخطورة. تركيا لديها أجندات إقليمية، الأمريكان لديهم مصالح، اليوم هناك مصلحة لهم وغدا يخرجون. هم لا يأبهون بأحد. بالأمس كانوا في أفغانستان وهم ينسحبون عندما يرون بأن مصالحهم لم تعد موجودة، لكن بسبب وجود القضية الكردية في 4 بلدان وتعارض تركيا الدولة والقومية مع أي تقدم للحركة للحقوق الكردية، وبالتالي فهي تعتبر نفسها عدو وجودي لأي تطور كردي. وبالتالي هناك مصلحة حتى لتركيا في إفشال الثورة السورية بشكلها الحقيقي لتأسيس نظام ديمقراطي ينال الجميع فيه حقوقهم بما فيه الكرد، لأن هذا الموضوع سينعكس عليها باعتبارها الدولة الأكبر أو التي فيها الجزء الأكبر من كردستان، وهو كردستان تركيا. وبالتالي حتى هي لو كان باستطاعتها لنسفت تجربة الإقليم، وهي ندمت على أنها اتخذت قرارا آنذاك بعدم السماح
للأمريكان باستخدام الأراضي التركية. لو دخلت وقتها مع الأتراك مع الأمريكان، أتصور ما لم تكن تسمح بوجود الإقليم بهذا الشكل الجميل، أو الشكل الذي نراه هي بداية صحيحة لحل المسألة القومية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن وجود الديمقراطية لا يتعارض مع منح الأطراف، أو وجود دولة لا يتعارض مع حقوق قومية، حتى برغم أن المجتمعات الأوروبية وصلت إلى درجة كبيرة لكنها لم تستطع أن تطفئ المشكلة القومية. هناك مطالبات في كاتالونيا، هناك مطالبات في اسكتلندا، هناك مطالبات في إيرلندا، هناك مطالبات في الباسك على الجانبين الفرنسي والإسباني، هناك مطالبات حتى في هولندا، هناك مطالبات قومية. كان لدي صديقة دبلوماسية قلت لها أنتم الهولنديين، انزعجت، قالت أنا لست هولندية، هولندا فيها 5 قوميات وفيها قوميات صغيرة، وأنا أنتمي إلى قومية صغيرة تطالب بحقوقها. تصور، وهي دبلوماسية. هذا الموضوع يجب أن نتفق عليه، أنه عندما أعترف بالكردي هذا لا يمس حقوق المواطنة، وعندما أعترف بالعربي هذا لا يمس حقوقي القومية، طالما هناك اتفاق على أصل الحق. نحن لسنا متفقين على أصل الحق، وهنا أقول لا المعارضة ولا النظام. هذا أيضا يستلزم أن يكون هناك حوار عليه. نعم، دولة المواطنة هي حالة مثلى. هذا ما سنعود إليه للدكتور صلاح. دكتور صلاح، الأزمة السورية يعني هناك من يقول في عدم قبول أحدنا للآخر، لا يعني، وكلنا نرفض الكل. أتذكر بالنسبة يد الدكتور صلاح إلى الحوار، أنا كيف بدي أتحاور مع أستاذ زميلك بسوربون الدكتور برهان غاليون، وقع على عريضة فيها 700 شخصية غالبيتهم مثقفين دكاترة الجامعة، وعلى رأسهم برهان غاليون اللي شغل منصب رئيس الائتلاف، أول رئيس للمجلس الوطني السوري، وقع ضد الحوار الكردي. أنا كيف بدي أتحاور إذا لم أؤمن اليوم بوثيقة رسمية حقوقي في سوريا الغد؟ تفضل دكتور. في السؤال ما يعني السؤال يعني السؤال انه الكل في سوريا رفض الاخر، واستاذ فيصل طرح الحوار على اي اساس يعني ان ينجح يعني الحوار؟ عزيزي فيصل طرح شغله مهمه، انه الطفوليه الاسرويه تبع اوجلان وجماعته، وهم امر واقع الان موجود في الشمال السوري، ما هيك؟ تمام. الآن كل شيء بيحكي إنه ضد أي حوار، هذا إنسان غير سياسي. السياسة هي أن نتحاور، حتى لو اختلفنا نبقى نتحاور حتى نستطيع أن نتفق على قواسم مشتركة من أجل العيش المشترك، ومن أجل وضع أسس قانونية ودستورية وسياسية لسوريا المستقبل. بس الإشكالية مثل ما تفضل أخ فيصل، إنه العرب مشتتين والأكراد مشتتين. يعني جميع الهياكل العربية لا تمثل العرب، وجميع الهياكل الكردية لا تمثل الأكراد. يعني أنا بعطيك حقيقة، مش ب 2006 صار في نقاش بينه وبين شباب الأكراد إنه كل 2 3 بشكلوا حزب، فرخوا أحزاب أكثر من عدد الأكراد. نتناقش مع من؟ والعرب نفس الشيء، مو يعني فقط. هي طبيعة مثل ما تكلم
عزيزي بدر إنه هي طبيعة الإنسان السوري هكذا، يعتبر نفسه كل سوري يعتبر هو المحور الأساسي يدور حول العالم، ولا يستطيع أن بينما ينتج. يتلاعب به العالم. بينما يتلاعب به العالم. بالضبط. فهو لا يستطيع أن ينتج حالة نوعية سياسية لها فكر سياسي واعي عصري متقدم يستطيع أن يحاول بشكل ديمقراطي. يدعون الديمقراطية ولا يفهمون معنى الديمقراطية. يعني الأخ، يعني أنا بحترمه لعزيزنا برهان غليون مثل ما تفضلت، بس برهان غليون بحياته ما اشتغل سياسي بالأساس، زلمة كاتب، وأنا قايل له يا عدة مرات ما لك علاقة في العمل السياسي. كيف استطعت؟ هم استخدموا الأخوان المسلمين ورياض الترك كواجهة، فكروا حالهم أنه يستطيعوا بهذه الواجهة أن يضحكوا على النظام السوري وما حوله ومن بيدعمه وأيضا الغرب. بس برهان غليون لاحترامي له ليس سياسيا، وهو أول يوم بالثورة بيطلع على فرانس 24 بيقول أنا أتكلم كأكاديمي مو كسياسي، نط إنه صار سياسي. إذا العملية بالأساس حتى الآن يعني المشكلة فينا نحن كسوريين، كل واحد منا كفرد ما حتى الآن لم نعي مفهوم العمل السياسي الممنهج والمستقبلي ووضع استراتيجية عامة للحوار بشكل ديمقراطي، إن كان عربي ولا كردي ولا أرثوذكسي ولا أشوري ولا ذكية. حتى الآن ما لم نعي حدود مستوانا الفكري والثقافي بالضبط. والسياسي. يعني كل واحد هاوي سياسي، يعني كل هذول اللي بشوفهم بالائتلاف، وأنا قايلها من أول اجتماع إنه هذول هذول عملاء مرتزقة جابتهم المخابرات السورية وجابتهم المخابرات الأمريكية والألمانية والبريطانية والإسرائيلية، وحتى تنصرتهم لا بيفهموا لا بالسياسة، حياتهم ما اشتغلوا، كانوا سفقوا لحافظ أسد بالدم بالروح نفديك يا حافظ أسد. كانوا أغلبيتهم كتاب تقارير عند المخابرات السورية. فكيف بيستطيعوا أن يقودوا ثورة عظيمة مثل هذا شعب ثائر بامتياز يقودوا هؤلاء الخولة بسموهم أنا أو الهواة بالأعمال السياسية؟ يعني أنا بالثورة التونسية من أول يوم كنت أنا بتونس، كنت بتونس كنت مجتمع مع المحامين اللي بدأوا عملية التحرك، يعني عبارة عن الإضراب العام للمحامين في تونس. وكان في نقاش كبير حول ذلك، وصارت حادثة عزيزي لابسون وانطلقت الأمور. بس نحن حتى الآن يعني تونس الوحيدة اللي يعني حاولت تشكل نوع من أنواع الديمقراطية، بس لم تنجح، لأن الأخوان المسلمين هم بطبيعتهم ضد الديمقراطية. مثل ما قال أبو عزيزي بدر، هم بيعتمدوا على مسألة التقية، يقولون مخالف ماذا يفعلون. يعني خذ مشكلة مصر. يعني مصر الثورة المصرية من بدأ فيها؟ الشباب المصري، ليس محزبا لا لليسار ولا اليمين ولا شو اسمه. والأخوان المسلمين تعهدوا أنه سوف يقفوا يدعموا الثورة ولا يستلموا أي منصب. بس المرشد العام تبعهم خرب كل شيء، استلم رئاسة الجمهورية واستلم 3/4 مجلس الشعب، ولهذا انتهت الأمور لوين؟ وبده عسكر وبده يأسلم كل المؤسسة العسكرية و
إذا في هنالك بالنسبة كمجتمعات نحن حتى الآن في عندنا جهل وتخلف فكري على جميع الأصعدة للأسف. وأنا بكرر بقول الآن مرحلتنا ليست مرحلة يعني العداء بيننا بين العرب والكرد أو الأشوريين أو نحن الآن جميعنا تحت ظل الاحتلال الاستبداد الأسدي، وأيضا طوائف الملالي إيران الظلامية، وأيضا احتلالات الأخرى الروسية التركية نحن الآن جميعا ومرتزقتهم من المعارضات. بالضبط. احنا الآن مرحلتنا يا شباب إن كنا كردا ولا عربا مرحلتنا مرحلة تحرر وطني، وهذا التحرر الوطني نحتاج إلى اتفاق جميع مكونات الشعب السوري من أجل التحرر. بدون هيك من نضل 50 سنة 60 سنة لا الكرد حياخذوا حقوقهم ولا العرب حياخذوا حقوقهم، كلياتنا حنضل عبيد عند هذه العصابة الأسدية وأيضا عند ملالي إيران. سنعود إليك أستاذ صلاح. سؤالي ما قبل الأخير، هناك أصدقاء كثيرين ألحوا علي أن أسألك شخصيا حول نظرتك أستاذ فيصل. سمع أستاذ فيصل، يعني سؤالي ما قبل الأخير، أنت ككردي وهناك تعثر للحوار الكردي، رؤيتك هل سينجح الحوار الكردي ونصل إلى وفد مشترك يمثل الكرد جميعا بكافة الأطر الدولية والمحلية اللي تجهز لتكون في المرحلة الانتقالية بسوريا القادمة؟ أنا أعتقد أن من يطالب بتوحد ما بين الفيادي والمجلس الوطني، وكمن يطالب يعني بتصير علاقة متخيلة بين العصفور والسمكة. يعني تتوقع أن العصفور والسمكة يتزوجوا؟ لا العصفور يستطيع العيش في الماء، ولا السمكة تستطيع العيش في الهواء. إذا لم يوائم الطرفان تحالفاتهما وسياساتهما بما يخدم هذا الحوار، لا هذا الحوار بعيد، يعني الوصول إلى اتفاق بعيد المنال. الفيدا لن يقطع علاقاته لا مع النظام ولا مع إيران ولن يغير مشروعه الطوباوي عن الأمة الديمقراطية وهذه الخزعبلات. الحالة القومية حالة واضحة لا تحتاج، عندما نقول حلول قومية يجب أن نوصف الواقع الظاهرة ثم نتفق على وجود هذه الظاهرة ونضع حلول لها. أي ما في عند البيدي يعني مثل هالحكي أبدا. بالنسبة للمجلس الوطني، المجلس الوطني الآن في الائتلاف وهو موقع لا أتمناه لأحد. أن تكون عضوا في ائتلاف يمارس التغيير الديمغرافي، يرتكب الانتهاكات، يعذب مثل النظام، يهجر، وبالأمس حتى وضعت شخصيات منه على لوائح العقوبات الأمريكية كشخصيات ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وفي الوقت نفسه يقوم رئيس الائتلاف بزيارتهم. عفرين خاضعة لولاية هاتاي يشرف عليها والي هاتاي، وراس العين يشرف عليها والي والي شانو أورفا. وبالتالي نحن أمام احتلال حقيقي، مجرد الائتلاف وعناصره مرتزقة. إذا ما مطلوب من الطرفين، من المجلس الوطني الكردي والبي واي دي. المجلس الوطني الكردي مطلوب منه
أن يبحث عن مكانه الحقيقي، ومكانه الحقيقي أن يكون أقرب إلى ناسه. اسمح لي أسأل سؤال. تفضل. اسمح لي أسألك سؤال. تفضل دكتور. إلي إيه تفضل. لماذا الشعب الكردي لا يتجاوز هؤلاء المجلس الكردي والبياد التابع لبكك، وذاك تابع للبرزاني، يعني لماذا الشعب الكردي حتى الآن لم ينتج؟ مثل ما الشعب السوري لا يستطيع أن يتجاوز الائتلاف ولا هيئة التنسيق ولا جماعة قدر الجميل ولا منصة. اتفقنا. هذا الموضوع. المشكلة أنه كل السوريون يعيشون ما بين خيار، ما بين ثنائيات، هم ليسوا أصحاب قرار فيها. المجلس الوطني الكردي تأسس كبداية، كان مشروع مقبول جدا، كان لديه رؤية على مستوى سوريا، كان لديه رؤية لحل القضية الكردية. عندما انضم للائتلاف انتزع مكسب، وهو الحق في المطالبة بما يختلف عليه، وذاق طعم المال السياسي. لكنه لم يعمل من أجل برنامجه نهائيا، وانخرط ضمن الائتلاف ودخل المال السياسي ودخل البيدي. نحن حل محل النظام بالضبط. كان هناك لا علينا أستاذ فيصل، يعني إطار دخيل على الحالة الكردية، على القضية الكردية. كان البيدي لا يعتبر نفسه حزب كردي. يحسب علينا. هو اسمه حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا. لا، أنا أقصد يحسب علينا من قبل شركائنا بالوطن، من قبل الآخرين. طبعا من يملك الواقع يصبح الواقع محسوب عليه، وهذا يعني. وصاروا الكرد مجزئين ما بين إطارين: إطار لا يملك أي شيء على الأرض وهو المجلس الوطني يملك وجوده في الائتلاف، وهذا الائتلاف يقوم بخرق ما اتفق وثيقة انضمامه إلى الائتلاف منذ أول يوم. عندما انضم المجلس الوطني إلى الائتلاف وتم التوقيع على وثيقة الانضمام، بعدها ب3 أيام أصدر الائتلاف قرارا اعتبر كل اتفاق مع أي كيان غير شرعي إلا إذا تم التصويت عليه مستقبلا، وبالتالي أصبح هذا الاتفاق مجرد شكل. الشغلة الثانية أنه المجلس لم يناضل على اعتبار نفسه كيان مستقل. من المفترض أن المجلس من البداية أن لا ينضم إلى أي إطار، أن يمارس السياسة في الشأن السوري ككيان مستقل. أنا أعتبر نفسي أمثل الكرد، وبالتالي يجب أن لا أتفق إلا مع من يتفق مع حقوق الكرد. طالما أن الكرد هم متفقون الآن، الغالبية الشعبية، ولا أتحدث هنا عن من يتحكم بالواقع، أنه الكل يطالب بإيجاد حل للقضية الكردية، حل عادل للقضية الكردية ضمن وحدة الأراضي السورية. هي يعني كان في يقدم مشروع على مستوى سوريا، لأنه نحن سوريين كمان يعني، ويقدم وجهة نظره ومشروعه لحل القضية الكردية، لكن لم يتم العمل من أجل هذا البرنامج. هذا البرنامج تم وضعه على الرف، وبدأت مسألة التمثيلات، نسب التمثيل في الائتلاف، وبدأت المعارك على نائب الرئيس وعلى أعضاء اللجنة السياسية وعلى أعضاء الهيئة العامة، ومن ثم تم الانخراط في كل شيء. تماما. حتى أن المجلس عندما أسس جبهة الحرية والسلام، وعلما بأن أطراف عديدة في هذا الطرف الوازن صاحب الثقل في هذه الجبهة هو معارض للائتلاف، ولكن المجلس مصر على البقاء في الائتلاف. هاي وحدة. الشغلة الثانية أنه أنا قلت أنه طالما إذا بدنا نخرج
من هذا الإطار المرسوم علينا. المفروض أنه يا هيك هذا الإطار يا هذا الإطار. مفروض أنه المجلس كان يتحول إلى رافعة لتأسيس حوارات مع إطارات تقبل فيك، على الأقل تقبل فيك. يمكن كنا نكون أمام حضور سياسي مختلف. لحد الآن يعني تصور أنه بالأمس رئيس الائتلاف أو المرتزق لدى تركيا يقوم بزيارة أبو عمشة، واليوم يقوم بزيارة قائد فرقة الحمزات التي وضعت بالأمس على لائحة العقوبات بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية ضد الكرد. وضمن التقارير الدولية كلها تقول بأن هذين الشخصين وغيرهم يمارسون جرائم ضد الإنسانية في حق الكرد وفي حق اليزيديين كديانة، ويغضون الطرف على هذا. هذه تعمل حالة قطع ما بين المجلس وحاضنته إن بقي له حاضنة. إذا استمر المجلس على هذا الوضع لن تبقى له حاضنة. أما حاضنة البيادي فهي حاضنة موجودة، كانت موجودة قبل الثورة، الحاضنة الأقرب إلى النظام، والآن تدعم بحاضنة فاسدة تستفيد من هذا الوضع. هناك فساد، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وصلنا إلى مرحلة القتل تحت التعذيب كما جرى مع الشاب أمين عيسى العلي، وهناك تسريبات عن تصفية معتقلين آخرين كما تردد تجنيد القاصرين والقاصرات وغيرهم، علما بأن البيادي أو قوات البيادي وقعت على اتفاق مع منظمة نداء جنيف التي تقوم بالتوقيع على اتفاقات مع القوى المتحاربة في حول العالم بقصد حضهم وتشجيعهم على الالتزام بالمواثيق الدولية، وأن كان هذا لا يعتبر اعترافا رسميا بقدر ما هو اعتراف بقوى متحاربة. وقعت على اتفاق بالالتزام بمعاهدات جنيف وعدم فرض السخرة على الناس، وعدم اضطهاد الناس المدنيين، عدم تجنيد القصر. لكن أستاذ فيصل، الحديث معكم ممتع جدا جدا، وفعلا لأول مرة يعني يتداركني الوقت ساعة ونصف. أشكركم جدا معي. بس سؤالي ما قبل الأخير باختصار دكتور صلاح، كل واحد لكم دقيقة، آخر كلمة تقولونها للشعب السوري الضائع ما بين إرهاب النظام وإجرام المعارضة. كلمة أخيرة بدقيقة واحدة. أقول إنه شكرا كثير لحسن ضيافتكم، وأقول إن الآن مشروعنا مشروع وطني، ويجب إعادة بناء الإنسان السوري فكريا وثقافيا وسياسيا، وتأطيره في بوتقة التحرر من العصابة الأسدية وملال إيران وميليشيات الطائفية وجميع الاحتلالات الموجودة، لنبني سوريا المستقبل، سوريا دولة القانون، دولة المواطنة، دولة حقوق الإنسان، وإعطاء كل إنسان حقه من لجميع مكوناته على الأرض السورية. كل الشكر لك أستاذ فيصل. آخر كلمة، ماذا تقول للسوريين عامة وللكرد في سبيل تثبيت حقوقهم بسوريا الغد؟ أتمنى من السوريين ومن الكرد أن يمدوا الجسور، وأن يحاولوا أن يخفضوا من علو الخنادق. بالنهاية طالما أننا جميعا لا نستطيع أن نغير في الحدود، ولا نستطيع أن نغير في الجغرافيا، يجب أن نشتغل على الممكنات. وبالنسبة لي الممكنات هي كل حل قومي يتطابق مع مبادئ القانون الدولي ضمن الدولة السورية. هناك أعطيكم مثال، اسمحوا لي أخذ دقيقة. يعني
التيرول هي مقاطعة نمساوية ضمن إيطاليا. هم نمساويين يتمتعون بكل الحقوق كقومية مستقلة، لديهم حكم ذاتي كامل، لديهم مناهجهم تطبع في النمسا ويدرسونها في مدارسهم. لو طلبت الآن من التيروليين أن ينضموا إلى النمسا لرفضوا، لأن هناك شيء في القانون وفي السياسة اسمه حسن التنفيذ. عندما تحصن أي اتفاق بحسن التنفيذ يصبح هذا الاتفاق محببا لدى الناس. اسكتلندا استفتت على الاستقلال من بريطانيا، لكن الاسكتلنديين رفضوا. الكيوبيكيين فرنسيين استفتوا على الاستفتاء من كندا، لكنهم الأغلبية رفضت. هناك إمكانية لبناء على الممكنات، لكن هناك يجب أن نشتغل عليها. أشكركم على إتاحة الفرصة. أنا شخصيا أريد أن أبدي آرائي، وسعدت بمحاورة الدكتور صلاح، وأتمنى أن نتواصل. وأنا كذلك دكتور، أنا أتمنى أن نتواصل ويتواصل كل من يريد إيجاد حلول، نزع الألغام التي نصطدم بها في كل خطوة. نحن بحاجة إلى نزع الألغام. أكيد، وغايتنا أستاذ فيصل، دكتور صلاح، غايتنا ليس حوار إعلامي فقط. نحن كاتحاد عام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا غايتنا حوار ما تحت الطاولة، حوار ثقافي بين كل أبناء سوريا، كل مكونات لا سوريا. بدنا حوار فوق الطاولة، بدنا حوار ما يكون فيه باطنية. لا يعني قصدي فوق الطاولة وتحت الطاولة، إعلامية، حوار بناء سياسي فوق الطاولة، وحوار شفاف نستطيع أن نصل إلى نتيجة. يعني المهم نصل إلى فعلا مفاهيم مشتركة، إلى وضع. أكثر ما يسيء إلى الحوارات هي الباطنية. يجب أن نطرح كل شيء تحت الطاولة، على الطاولة، ونسمي الأسماء بمسمياتها ونحاول إيجاد الحلول. أستاذ فيصل، ما قصدته بتحت الطاولة حوار ثقافي وليس سياسي، حوار ثقافي لبناء إنسان سوريا. وضحت. وهذا ما سيقوم به مع كل مبدعي سوريا أمثال الدكتور صلاح عياش. كل الشكر لك على وجودك معنا. المحامي الأستاذ فيصل بدر، كل شكر على وجودك معنا، كما كل الشكر لمشاهدينا الأعزاء ولكل متابعينا ولكل من علق ولم نستطع أن نجيب على أسئلتهم. لهم منا ألف تحية فردا، وانتظرونا. تحية لدرعا التي لم تتنكر لمبادئها. نعم، درعا، ولكل سائر سوري حر حقيقي يبني لبناء سوريا ديمقراطية تعددية علمانية فيدرالية. شكرا لوجودكم معنا. دكتور صلاح، أستاذ فيصل، ابقوا معنا. نحن بعد ما نودع المشاهدين ما تحت الطاولة، ما بعد ما نودع المشاهدين 5 دقائق سنتحاور أيضا. وكل شكر لكم، وانتظرونا مشاهدي الكرام إلى الخميس القادم، ودمتم برعاية الله.